السلام عليكم. واش العشران هانيين بخير كلشي مزيان. نتمنوا هذا الفيديو يلقاكم في الصحه والسلامه ان شاء الله. نتوما الطويرات ديالكم. المهم الفيديو هذا درتو على قبل هاد الوليد خلوي هذا كما كتشوفوا في الفيديو. تقريبا هذا جبتو نهار 22 في الشهر، اليوم راه 25، عنده شي 3 ايام في القفز. اللهم بارك، راه بدا كيعقل تبارك الله. درتو في هاد القفيز الصغير. المهم هادي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شي فكره كيفاش يتعاملوا ولا هادي، راه بغينا نديرو هاد الفيديو قدم واحد الشرح بسيط ونتمنوا من الله يفيدكم ان شاء الله. بالنسبه للدراري يعني اللي ما عندهمش شي فكره على الطيور، فهمتي، بالنسبه للولاد اللي كيف كيسول واش جدار ولا ولد، من الاحسن خويا ننصحك بولد، تربي ولد من الاحسن. علاش ولد اخويا راه كيعقل. انت كما كتشوف هذا راه تقريبا بيريود ديال واحد 3 ايام، دابا راه بدا كيعقل ومره كيضرب شي طلق ديال والديه. كما شفتوا انا دابا شنو درت، عمرت ليه المعالفه بالسيكاليم، حطيت ليه ديك الشبكه، درت ليه فيها كرموس والتمر كلاهم، حطيت ليه هاد البنانه راه فسدات، راه ما كلاهاش راه فسدات. المهم كما كتشوفوا درتو انا في هاد القفيز الصغير وجبتوها حطيتو عندي في المحل. كنبقى حاطو حدا الكونطوار، كنبقى حاطو مره فوق الموطور على برا، مره كنعلقو يعني كيبقى يشوف البشر يعني عادي. شوفوا الدراري فاش تجيبو طواط وخاي بالك تفرقع في راسو، ما فهمتش، ما تقولش راه غادي يموت ولا غادي مرض، راه عادي، راه غادي ينوض الريش. انا كنبقى حاطو اما هنا ولا كنبقى معلقو عند الدري صاحبي السيكليس، ولا كنحطو فوق هاد الكونطوار هنا. من بعد عاوتاني بما شد راسو شويه غادي نبدا نحطو على برا، نبدا نعلقو في الشجره. ديك الساعه غادي باش يولف البشر مزيان. الله يسخر فيه ان شاء الله. دابا يمشي غادي نبدا نخدم ليه الكلام، تيبدا يعقل شويه صافي، تيبان ليه الطير وليت كندير ليه يديه هكا مابقاش كيخاف. ديك الساعه باش نبدا نخدم ليه الكلام. ما دابا ما نعطيه لا كلام لا والو، دابا كنحاول نخدم ليه نلعقو ليه يعقل مزيان باش نبدا نحفظ فيه. الله يسخر الامور ان شاء الله والله ييسر لكم كامل. نتمنوا هذا الفيديو ان شاء الله تكون شي افاده. بالنسبه للدراري دابا راه وقيت الاولاد عزلوا شي لاراس تكون زوينه، على الاقل حتى انا ما حفظتش بعدا يكون فيه الجامع، تعزلوا شي راس اللي كيكونوا صغار، لا ما حفظ لا زين لا كلام، فهمتيني؟ والله يسر الامور ان شاء الله.